محتاجين مننا رعايه. ولكن احنا النهارده عايزين في نحو مناعه افضل وحياه افضل ذوي الاحتياجات الخاصه، ان احنا هنوفر لهم كبسولات من الدعم النفسي. طلع ان الدعم النفسي هام جدا لتعزيز المناعه، الدعم النفسي هام جدا للوقايه من الازمات التحسسيه، الدعم النفسي هام جدا لذوي الاحتياجات الخاصه لزياده الذكاء والتركيز والاقلال من العدوى وتنشيط هرمونات خاصه للنمو بتبقى غايبه عن الذين يفتقدون هذا الدعم النفسي. الدعم النفسي هتوفره الام اساسا، الاب والاسره بشكل عام والمحيطين والقائمين على الرعايه، ومفروض المجتمع كله يقدم لهم نوع من الدعم النفسي. الدعم النفسي يبدا بالنظره، يبدا باللمسه، يبدا بالبسمه، يبدا بالكلام الطيب المشجع، يبدا بالتعامل اللي يتميز به الرحمه يعني إذا والتعاطف. من هنا نذهب إلى فكرة تغيير ثقافة المجتمع للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة. اكيد، بحيث ان احنا اما نشوفه مش نعامله على انه نحسسه ان هو مريض ومحتاج المساعده، لا نعامله على انه بطل وانه نجم، بحيث اما بقى يشوفنا هو عالم خاص مختلف عننا شويه، خليه يعيش ان هو يبقى بطل او نجم قدامنا، بحيث ان ترفعي من روحه المعنويه، وترفعي من هو ثقته كذلك بالفعل. ثقته بنفسه، وهو ملوش ذنب في اللي هو فيه، وكلنا ممكن نبقى مع